إعداد وتقديم هشام فرغلي ورشا طاحون. مرحبا يا فيلسوف، كيف حالك؟ مرحبا بنيتي، الحمد لله، ولكني منزعج بعض الشيء. يا إلهي، وما هو سر انزعاجك يا فيلسوف؟ ازدادت المشاجرات بين الناس على أبسط الأمور، وقد تصل أحيانا إلى التعامل بالذخيرة الحية وبالأسلحة البيضاء. ومتى يحدث هذا؟ يحدث في نهار رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يعلمون بأن الصوم جنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر انفلات الأخلاق وسوء التربية لدى الأطفال وبعض الشباب. ماذا فعلوا لكي أراك على هذا الحال يا فيلسوف؟ للأسف بنيتي، انتشرت وبشدة الألعاب النارية والمفرقعات والصواريخ التي تزعجنا جميعا، وقد أدى ذلك إلى العديد من الحرائق بالمحال والسيارات والمساكن. لاحظت ذلك يا فيلسوف، وشاهدت بنفسي انتشار هذه الآفة السيئة والمستحدثة التي لا تعود علينا إلا بالخسائر في الأرواح والخسائر المادية. صدقت بنيتي، فمنهم من اشتعلت فيه النيران أثناء اللهو، ومنهم من فقد أحد عينيه وأضاع مستقبله بيده. يا فيلسوف، ندعو الله لهم بالهداية وأن يعودوا إلى رشدهم ويتمتعوا ببركات هذا الشهر الكريم. فلندعو الله لهم بالهداية وأن يصلح أحوالهم. اللهم آمين يا فيلسوف. هناك أمر مشابه أردت سؤالك عنه. بنيتي، الحوار معك جيد وبناء، ولكن هناك الأهم، فقد اقترب موعد صلاة العشاء. إذن إلى اللقاء غدا يا فيلسوف.